السلام عليكم. منفذ عملية طعن في الأغوار يجعل إسرائيل ترسل قوات خاصة كبيرة واستنفار بري واستنفار جوي فقط من أجل شخص واحد قام بتنفيذ عملية طعن. ما هذا الأسلوب الفاشي الذي تتبعه إسرائيل بشكل ممنهج؟ تقتل في غزة وتدمر في غزة وتقتل في الضفة وتنكل في الضفة وتقتحم البيوت والمصارف بشكل غوغائي وبشكل فوضوي وبشكل لا أخلاقي في المطلق، وتقتل في سوريا وتدمر في سوريا وتدمر في لبنان وتقتل في لبنان بشكل ممنهج وبشكل واضح وعلى مرأى ومسمع من العالم، ولا نسمع من العالم سوى التنديد وسوى الشجب والتصريحات الفارغة بدون فرض عقوبات على هؤلاء الفاشين. ماذا تتوقعون أيها الصهاينة؟ يعني لابد من ردة فعل، وما حصل في الأغوار وسيحصل في كل مكان، سيحصل في غزة وسيحصل في الضفة وسيحصل في الأغوار وسيحصل في أريحة وسيحصل في سوريا وفي لبنان، وفي كل مكان تقومون فيه بالقتل الممنهج والتدمير الممنهج. السلام عليكم.